واحد كبارة على قناة الزمالك بيصف رئيس مجلس إدارته بأنه ليس كمثله شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. حضراتكم الفيديو ده مهم جدا، ان في واحد كبارة على قناة الزمالك بيصف رئيس مجلس ادارته بانه ليس كمثله شيء. استغفر الله العظيم من كل ذنب. انا عايز اساله سؤال قبل ما ابدا الحلقه. انت حضرتك جبت شهاده من سبحانه وتعالى ممضيه من 2 ملائكه ان مفيش نسخه تانيه؟ استغفر الله العظيم من كل شيء. حبه، شكر فيه زي ما انت عايز، لكن هو نسخة واحدة في مصر. ليه؟ هاند ميد. حبه، شكر فيه، قول عينيه زرقاء وعينيه خضراء وكانت البنات بتجري وراه وكنا بنروح ناكل كشري بالليل. حبه زي ما انت عايز تحبه. قول له كل سنة وانت طيب بطريقتك، شرط تقولها له في بقه. وانت معاك شهاده من شهاده بتقدير جيد، هتجيبها بكره عشان نحطها في عين مين؟ في عينك انت. حد كلمك على شهاده؟ حد سالك على شهادات؟ انت راجل كنت شغال في الحوادث، في صحفي حوادث. والتاني برضه حوادث. والصورة اللي وراك تعرفك انا عايز اقول لك ايه، ومش هقول لك الخلفية اللي وراك. انا كل اللي نزله الراجل ده باعترافات الفرع التاني معايا، والله العظيم ليس لي علاقة بيه ولا لي علاقة بحد بشتغل معاه ولا حد بيشغلني ولا بقبض من حد ولا بعمل. انا بدافع عن النادي الاهلي من تلقاء نفسي. انا اهلاوي وصيامي، انا مالي علاقه باحد ولا عمري قابلت حد فيهم ولا اعرف حد اشكالهم حتى، مع احترامي لهم كلهم. حب اللي انت عايز تحبه. حد بيقدر يقول عليك انت بتسمي الناس اللي بتدافع عن النادي الاهلي لجان؟ حد يقدر يقول عليك مطبلاتي علشان حضرتك بتقول اللي هم عايزين يقولوه لك وكاتبينه لك في ورقه؟ لا، تبقى عايز اثبات، مع انك انت كده بتقول اللي هم عايزين يقولوه. لكن لما تيجي تقول واحد محرض، الباقيين على من ادعى يا متر اللي واخد جيد. لازم تثبت ان في تحريض، مش اي كلام وطالع شك ايه. ما هو برضه انتوا ما لقيتوا واحد شك جريتوا وراه وبتتحايلوا عليه لحد دلوقتي. انا المستشار مرتضى منصور على دماغي، وحضرتك شخصيا على دماغي، بس انت عارف ايه الخلفيات اللي عندك وايه عارف ايه الخلفيات بتاعت البق. طب تسمع عن البق؟ مين اللي قال جاب سيره البق؟ انا عندي التسجيل كامل. ايه رايك؟ وعيب ان احنا نخش في حاجات زي كده. عيب عليا وعلى سني. انا بحترم سني، انت ما بتحترمش سنك. انت مالك ومال الخطيب؟ انت ما عندكش ماده وما عندكش حاجه تقولها غير الخطيب. الطرف الثاني الخطيب، اصل احنا عملنا 280 شكوى ومحدش سأل فيه، اصل الناس كلها بتشتم في مرتضى منصور وبتمجد في الخطيب. يا عم الحاج، من احبه الناس احب الله. ما تقوليش ان هو ان السيد المستشار مرتضى منصور هو اللي صد الحملات الصليبيه عن مصر. ما تقوليش ان هو اللي حارب العدوان الثلاثي. انتوا بتألفوا كلام، انتوا بتخترعوا كلام وبتاخدوا الناس بعيد عن مشاكلكم، عن الاختلاسات وعن الاموال اللي ضايعه في النادي. ملناش علاقه وماليش علاقه بيها وما بتكلمش فيها ومش سكتي بالمره.
لكن دايما تضحكوا على الناس. رحت جبت 11 صفقه وقلت وش القفص، طلعوا قعر القفص. عارف كلمه قعر اللي قالها الرئيس في حضورك ديت؟ ال 11 صفقه دول طلعوا قعر القفص. فيهم فلوس بالهبل قد كده، راحت فين؟ طارت، خد الهوا وشاشه. احنا مالناش دعوه بحاجه. انت بتطلع تتكلم خطيب 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 خطيب، اعمل لك ايه؟ حضرتك احترم سنك عشان احنا نفضل نحترمك كراجل كباره. انت ما عندكش ماده، ما عندكش حاجه تقولها. انت كنت بتروح تجيب الحوادث ورقه مكتوبه من العلاقات من العلاقات العامه بالمديريه او من الاسم، بيدوها لك، وبناء على توجيهات السيد وزير الداخليه، وبناء على على تعليمات مدير الامن، وبناء على تعليمات السيد رئيس المباحث. هي دي قصتك، هي دي كان اخرك. حتى الصفحه اللي انت عملتها اسرار عشان تقول فيها فنانين، تجيب فيها فنانين ودربوكه طبل لي ما عرفتش تعملها. فعيب عيب. احنا بنحترمكم وبنحترم احنا بنحترم السن، وبنحترم الواحد من كلامه، وبننقطه وبنسخر منه من طول لسانه، وان دماغه فاضيه. الساكت بيشكك الناس فيه، بيحير الناس فيه، لكن اللي بيتكلم طلع اللي جواه، عرفنا انك انت فاضي. حوادث. يا ريت تشوفوا معايا الفيديو وارجعوا لي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزك يا كريم زي ما قال احمد مرتضى تشغل دماغك شويه بص، في بلوعات صرف صحي على اليوتيوب بتطفح كل شويه. احنا مش هنجيب كساحات بقى ونقعد يعني احنا المفروض ان احنا بقى ايه، بقينا فاهمين اللعبه. نعم. وفاهمين ان في لجان معموله من الفريق المنافس عاملها الاخ جمال، وفي لجان معموله من الساقطين في الانتخابات نادي الزمالك. اما جمهور الزمالك فهو الحقيقي بعيد عن القصص دي كلها. نعم. ده اللي بيتكلموا دول شويه ناس بتقبض فلوس، او شويه ناس حاقده، او شويه ناس يعني عندها وقت، او ماما جايبه له تليفون او بتاع، فبيقعد ماسك التليفون كده بيتهيأ له انه حاجه مهمه. ف يعني احنا اكبر بقى من كده. ولما نتكلم على مرتضى منصور، طب انا مطبلاتي ما نحطش جنبه العيال دي، لانه مرتضى منصور قيمه وقامه وتاريخ. وزي ما قلت لك يا كريم قبل كده ان هذا الرجل تاريخه سابقه، وبعدين هو نسخه واحده. طب انا مطبلاتي. نعم. النهارده مثلا احنا بنقول النهارده عيد ميلاده. انا ليه بقول عيد ميلاده له قيمه خاصه؟ لان لما بيبقى واحد في بلد موجود منه نسخه واحده، طب انا مطبلاتي موجود منه نسخه واحده، فيبقى ده لازم يحتفل بيه. ده تاريخ مرتضى منصور بيقول ان مفيش شبيه حتى او حد يلعب دور الدوبلير لمرتضى منصور. ما ينفعش، هو نسخه واحده. ربنا سبحانه وتعالى خلقه على ارض مصر، وشرب من نيل مصر، وعاش يدافع عن مصر، بدليل ان كل اعداء مصر في الخارج ملهاش شغلانه الايام اللي فاتت دي غير مرتضى منصور عشان بيدافع عن مصر وبتمجد الاخ محمود الخطيب. انا مش عارف ايه الربط بين ان انتوا يشتموا في مرتضى منصور وتهاجموا مرتضى منصور وتدافعوا عن رئيس النادي الاهلي. يعني ايه الربط؟ انا طبعا بثق في بلدي جدا، وبثق في اجهزه بلدي جدا 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 جدا. وعارف ان كل اللجان دي مرصوده، وكل اللجان دي معروف مين اللي بيديرها ومين اللي بيقبض. وبعدين يا اخي ده في حاجه في القانون اسمها التحريض.
ها انت لما تلاقي الناس دي قاعده في المغرب بتشجع، مين اللي مسفرها؟ ما انتوا ده بتحرضهم علينا. يعني احنا لما نطلع ندافع عن مرتضى منصور بيطلعوا يشتمونا، الاقيهم هناك قاعدين في المغرب. الله، واحد يعني زي ابو معاطي ده مسافر المغرب، سافر المغرب بصفه ايه؟ بصفه ايه وانت طالع تشتم فينا كل يوم وبتشتم في مرتضى منصور وبتهاجم فينا كل يوم؟ في ايه؟ يعني الراجل اللي هو بيبقى ترند مصر والعالم العربي يتعمل فيه كده، والراجل الثاني تقدم فيه بلاغات، تقدم فيه 280 بلاغ محدش يسأل. الله. ومع احترامي الكبير لسيادة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المحترم، انا بتساءل يعني هو فين البلاغات اللي اتقدمت البلاغ اللي اتقدم من شاب تركي آل الشيخ في الكابتن محمود او مجلس اداره الاهلي؟ اتحفظ البلاغ. انا بقى كراجل دارس قانون وطالع بجيد واجيب لك الشهاده يا كريم الاسبوع الجاي عشان تحطها على الشاشه للتخين. انا بتساءل مع سياده النائب العام المحترم، هو لما بيطلع قرار حفظ مش الراي العام من حقه يعرف اتحفظ ليه؟ ما يمكن المستشار تركي آل الشيخ يمكن خد فلوسه، مش كده ولا ايه؟ يمكن يتنازل عن الدعوه، فنعرف اتحفظ ليه. انما اتحفظ بس كده لا. طب ما احنا بقى بنتكلم قانون، ما احنا عايزين نعرف. انا كاعلامي من حقي اتساءل، ومن حقي ومن واجب الاجهزه انها ترد. طيب يا اخي انت قلت سلمت الحاجات دي لتحيا مصر. طيب يا اخي انت لما اكون واخد منك شقه يا كريم وبديك الشقه، مش هنعمل محضر استلام وتسلم؟ انت تقول لي انا استلمت وانا اقول لك انا سلمتك ونمضي احنا الاثنين. طيب هل حصل محضر الاستلام والتسلم؟ دي تساؤلات، وانا دايما اقول في الاعلام يا كريم ان التساؤلات اللي بلا اجابات بتصنع علامات استفهام غامضه. فانا بتكلم علشان الناس اللي بتطلع تشتم كل ما تيجي يعني تدافع عن نادي الزمالك ورمزه اللي هو مشوار مرتضى منصور، تبص تلاقي يطلعوا يهاجموه وبعدين تلاقيهم بيسافروا مع الفريق الاخر. طب ايه الربط ده؟ تبص تلاقي اعداء مصر بتهاجم في مرتضى منصور وتدافع عن الاخ الثاني. طب ايه الربط ده؟ ما احنا عايزين نفهم. هذه علامات استفهام. انا يعني حضرتك انتوا اتفرجتوا على الفيديو وانا بقول للاستاذ محمد رجب الخلفيه اللي وراك انت عارف مين اللي فيها كويس قوي قوي قوي. كل التسجيلات وكل ارقام القواضي عندي. قصه البق والحاجه التانيه الوحشه اللي انا ما اقدرش اخش فيها عشان اعراض عندي. لكن احنا ناس كبار، ناس بنعرف يعني ايه العرض. واخيرا حضرتك انا اسف للانفعال، ولكن واحد بيمثل شخص بني ادم ربنا خلقه كمان لا مثله، كمان ليس مثله شيء. هو راح جاب ورقه من سبحانه وتعالى شهاده مكتوبه من 2 ملائكه ان مفيش حد شبهه. واخيرا حضرتك يا ريت حضرتك لو مش اشتركت ما كنتش اشتركت في القناه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشاركين. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.